شاء الله. تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن تصبك حسنة تسؤهم. هلا بس نسمع هاي الآيات قبل 1400 سنة، هلا عينها تطبيقها بحياتنا، بلداننا، بشعوبنا، بمنطقتنا. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. ويقول تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. صدق الله العلي العظيم. في هذا اللقاء المبارك كلمتي فيها مقاطع. المقطع الأول نسميه المقطع الأخلاقي، يعني التعازي وتبريكات وبعض كلمات المواساة. المقطع الثاني له علاقة بأصحاب المناسبة. المقطع الثالث له علاقة بالمعركة القائمة اليوم في غزة وفلسطين والمنطقة. والمقطع الأخير هو الجزء اللبناني، المعركة في لبنان ومن لبنان وعلى لبنان، والاعتداء الأخير في الضاحية الجنوبية. أولا يجب أن نجدد تبريكنا وتعازينا بشهادة أصحاب المناسبة في هذا اليوم: الشهيد القائد الكبير الحاج قاسم سليماني ورفاقه من الشهداء الإيرانيين الذين كانوا معه واستشهدوا معه في بغداد، والشهيد القائد الكبير الحاج أبو مهدي المهندس وإخوانه ورفاقه من الإخوة العراقيين الذين استشهدوا معه أيضا على طريق المطار في بغداد. لعائلاتهم جميعا، لعائلاتهم الشريفة، نجدد من لبنان تعازينا وتبريكنا بتعازينا لفقد الأحبة والأعزة، وتبريكنا لحصولهم على هذا الوسام الإلهي الرفيع. ما له صلة أيضا بالمناسبة ما حصل اليوم في جوار المرقد الطاهر للشهيد القائد الحاج قاسم سليماني في مدينة كرمان، واستهداف الذين يزورون ويحيون هذه المناسبة من الرجال والنساء والأطفال، حيث قضى عدد كبير من الشهداء. يعني لآخر متابعة لإلي تجاوز العدد 80 شهيدا وأكثر من 160 جريحا. أيضا نتوجه إلى عائلاتهم جميعا بالعزاء. هؤلاء شهداء نفس الطريق، نفس القضية، نفس المعركة التي كان يقودها القائد الحاج قاسم سليماني. في أيامنا تختلط الأفراح بالأحزان، ولكن هكذا عشنا وهكذا نبقى نعيش.
نبارك للمسيحيين والمسلمين جميعا وللبنانيين خصوصا عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، الذي نرى إن شاء الله في عودته إلى هذه الدنيا بشارة الخلاص لكل المظلومين والمستضعفين والمعذبين والمقهورين في هذا العالم. أيضا نبارك للجميع بداية العام الميلادي الجديد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الجميع ليتغلبوا على تحديات الحياة المتنوعة الأمنية والسياسية والاقتصادية والمعيشية والحياتية، وأن يقضوا هذا العام أفضل مما كانت عليه الأعوام السابقة. أيضا أبارك لكل المسلمين والمسلمات وخصوصا لكل السيدات في أمتنا مولد السيدة الزهراء عليه السلام فاطمة بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ابنة سيد الرسل، والتي كانت وبقيت وستبقى سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة. نرجع للتعازي. يجب أن أتوجه بالتعزية بمناسبة فقداننا لأخ حبيب وعزيز وقائد من جيل المؤسسين في مسيرتنا المباركة، فقيد الجهاد والمقاومة والمسيرة الإيمانية الجهادية، الحاج محمد ياغي الحاج أبو سليم، إلى عائلته الكريمة والشريفة فردا فردا، إلى كل إخواننا وأخواتنا، وخصوصا إلى أهلنا في البقاع حيث أمضى جل عمره الشريف في خدمتهم. يجب أن ألفت هنا أنه باعتبار نحن إن شاء الله حزب الله سيقيم حفلا يوم الجمعة بعد الظهر، وأنا إن شاء الله سأكون إذا الله سبحانه وتعالى أبقانا على قيد الحياة في خدمة الإخوة والأخوات وسأتكلم، وبالتالي هذا سيساعدني على تقسيم الموضوعات التي كنت أود أن أتحدث عنها اليوم حتى لا أطيل عليكم كثيرا. فبعض الموضوعات سأؤجلها إلى خطاب الجمعة، يعني اللي كنت بدي أحكيهم أنا بعد هذه الغيبة التي تركنا الكلمة فيها للميدان، حأرجع أقسمهم بين اليوم وبين الجمعة إن شاء الله. يجب أيضا أن نتوجه بالتبريك والتعزية بشهادة الأخ القائد العميد السيد رضي الموسوي الذي استشهد قبل أيام في دمشق بغارة صهيونية. هذا الشهيد العزيز القائد المجاهد التقي الرضي عرفناه أكثر من 30 عاما، كان معنا مجاهدا ومعينا ومساعدا ومسددا ومؤيدا، وكان يحب أن يقال له أنه خادم هذه المقاومة وخادم هذه المسيرة. نتوجه بالتعزية والتبريك إلى إمامنا القائد السيد الخامنئي دام ظله، إلى عائلته الشريفة، إلى الإخوة الأعزاء في قيادة حرس الثورة الإسلامية في إيران، إلى الشعب الإيراني العزيز والمضحي والذي يقدم الشهداء، لم يتوقف عن تقديم الشهداء منذ انطلاقة ثورته في بداية الستينات في القرن الماضي إلى اليوم. نصل إلى حادثتنا الأخيرة حيث نتوجه بالتبريك والتعزية بأخينا الحبيب والعزيز القائد الكبير الشيخ صالح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ورفاقه القادة والكوادر في القسام وفي حماس، الذين استشهدوا بالأمس في عدوان إسرائيلي فاضح على الضاحية الجنوبية لبيروت في ليلة استشهاد القادة الحاج قاسم والحاج أبو مهدي. أتوجه للأخ الكبير رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأخ إسماعيل هنية أبو العبد،
ولكل إخواني في قيادة حماس وقيادة القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، العائلة الشريفة للشيخ صالح، والعائلات الشريفة لكل الشهداء الذين كانوا معه واستشهدوا معه، بالتعزية والتبريك والدعاء لهم بالصبر والتوكل، وهم أبدوا ذلك وأظهروا ذلك، وأن يتغمد كل هؤلاء الشهداء برحمته الواسعة إن شاء الله. أنا سأعود في سياق الكلمة في المقطع الأخير إلى حادثة الاغتيال والاستشهاد. طبعا الشيخ صالح هذا القائد الجهادي الكبير الذي أمضى شبابه وعمره منذ أن كان فتى صغيرا إلى ليلة الاستشهاد في الجهاد والمقاومة والعمل والقتال والأسر والهجرة والجهاد، وختم الله سبحانه وتعالى له بهذه العاقبة الحسنة، بهذه الشهادة العظيمة. أنا أذكر عندما استشهد مولانا السيد عباس رحمة الله عليه في البرقية التي أرسلها سماحة الإمام الخامنئي دام ظله، قال إن من أعظم ما يمكن أن يتمناه الإنسان، أو من أشرف ما يمكن أن يحصل عليه الإنسان، أن يكون موته قتلا، وعلى يد من؟ على يد قتلة الأنبياء. وهذا هو حال شهدائنا في هذه الأيام. أيضا في هذا المقطع الأخلاقي يجب أن نتوجه مجددا لنعزي بكل الشهداء ونبارك بكل الشهداء من غزة، المدنيين، النساء، الأطفال، الصغار، الكبار، والمقاتلين المقاومين البواسل الأشداء، إلى الضفة الغربية، إلى شهداء العراق الذين استشهدوا بفعل العدوان الأمريكي على مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق، إلى سوريا الشهداء العسكريين والمدنيين الذين أيضا يستشهدون بالقصف الإسرائيلي في حاضنة المقاومة في سوريا، إلى اليمن، إلى شهداء البحر، وما أدراك ما عظمة ودرجة شهداء البحر عند الله سبحانه وتعالى، إلى شهدائنا في لبنان، شهداء المقاومة بكل فصائلها، شهداء الجيش اللبناني والمدنيين وكل الجرحى، لكل هؤلاء الشهداء الذين مضوا على طريق القدس، لكل عائلاتهم الشريفة التي تعبر عن ثباتها وقوتها وصلابتها وإيمانها وتوكلها. وهذا الحال في لبنان، هذا الحال في غزة، في الضفة، في فلسطين، في سوريا، في العراق، في إيران، في اليمن، نسمع نفس اللغة. في آخر الليل واليوم كنا نستمع إلى والدة الشهيد القائد الشيخ صالح، إلى أخواته، إلى إخوته، نفس المنطق في كل مكان، التوكل والاحتساب والتسليم والرضا والاستعداد للتضحية والاعتزاز والافتخار بهؤلاء الشهداء. هنا في لبنان أيضا هذا حال ولسان أمهات شهدائنا، الآباء، الأمهات، الزوجات، البنات، الأبناء، العائلات الشريفة، الجرحى الصامدين في القرى الأمامية، النازحين من القرى الأمامية، والمقاتلين الشجعان الذين ما زالوا يقاتلون في الخطوط الأمامية. وأقول لكم خلافا ما يدعيه العدو الإسرائيلي، الذين ما زالوا يقاتلون عند الحدود، عند الشريط الشائك. لكل هؤلاء نوجه التحية والتقدير، ونعبر عن محبتنا وثقتنا واعتزازنا بهم، بإيمانهم، بصلابتهم، بتضحياتهم، ونقول لهم كونوا ثقة بأن دماءكم وتضحياتكم وصبركم لن يكون لها إلا النتائج العظيمة والمباركة والمحمودة التي ستعود بالخير على فلسطين وعلى لبنان وعلى سوريا والعراق واليمن وإيران وكل المنطقة وكل الأمة، من شارك منها ومن لم يشارك.
أنتقل إلى المقطع الثاني. هلا إن شاء الله يوم الجمعة بنحكي أكثر مع عوائل الشهداء ومع النازحين ومع الصامدين ومع المقاتلين، لأنه يوم الجمعة بدي أحكي لبنانيات أكثر. ما نراه اليوم في غزة وفي كل ساحات وميادين المقاومة يحضر معنا الحاج قاسم سليماني صورة واسما وروحا ونهجا وعنفوانا وحماسة وحضورا أقوى. في الشهداء اليوم في كرمان يذكروني أيضا بكلمة للإمام الخامنئي يقول فيها: يبدو أن الشهيد قاسم سليماني، يعني قاسم سليماني الشهيد، يخيف قوى الاستكبار والصهاينة أكثر من قاسم سليماني الحي. اليوم قاسم سليماني الشهيد نراه، ولذلك يلاحقونه حتى ضريحه، يقتلون زواره. قاسم سليماني الشهيد الذي بشهادته أصبحت حياته أقوى وأفعل وأشد وأكثر حضورا، نراه في كل ساحاتنا وجبهاتنا ووجوه قادتنا ومقاتلينا وشهدائنا، في بنادقنا وصواريخنا وقذائفنا وعبواتنا، في دموع الأطفال، في صبر النساء، في هذا الصمود الأسطوري. اليوم قاسم سليماني حاضر في هذه المعركة بقوة، وما نراه اليوم هو من ثمار تضحيات هذا القائد الجهادي الكبير، تضحياته على مدى بالحد الأدنى على مدى 20 عاما منذ أن تولى قيادة قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران، والتي تتولى والتي تتحمل مسؤولية التواصل مع حركات المقاومة وساحات المقاومة من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران. الحاج قاسم، طبعا في المناسبات السابقة تحدثنا كثيرا، ولكنني أريد أن ألخص في عنوانين فقط هذه الليلة لأصل منه إلى بقية العناوين، ومنه لأصل أيضا إلى أبو مهدي. العنوان الأول هو دعم حركات المقاومة في المنطقة ودول محور المقاومة، لكن كان تركيز بشكل أساسي على حركات المقاومة في كل منطقة. وكان إيمانه ومدرسته وثقافته ونهجه هو التالي: دعم حركات المقاومة، تقويتها، تعزيزها عدة وعديدا، خبرة، تدريبا، تصنيعا. ومن علامات الإخلاص الشديدة في عمله للمقاومة أنه كان يسعى لتصل كل حركات المقاومة إلى الاكتفاء الذاتي. وبتعرفوا لما دولة عم ترعى حركات، عادة بعض الدول من أجل أن تبقى ممسكة بهذه الحركات لا تسمح لها أن تصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، لتبقى مسيطرة على قرارها على خياراتها. الحاج قاسم سليماني مع الكل كان يتكلم ويبرمج ويخطط ويعمل لتصل كل حركة مقاومة إلى مستوى الاكتفاء الذاتي، لتعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على قدراتها، على إمكانياتها، على تصنيعها، على رجالها، على خبرائها، على مدربيها، على مخططيها، على عقولها، وتستغني حتى عن السند والعون الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية في إيران. وهكذا واصل العمل. اليوم مثلا لو أخذنا بعض الأمثلة، لأنه بعض الساحات في محاذير أن نتكلم عنها، لكن مثلا في فلسطين خصوصا بعد 2000 حركة حماس وحركة الجهاد وبقية فصائل المقاومة، ولكن بشكل أساسي حماس والجهاد، وهذا لم يعد من الأسرار. الإخوة في حماس والجهاد يعلنون ذلك في كل مناسبة وفي كل يوم.
الدعم التسليحي، الدعم المالي، نقل الخبرة، القدرة على التصنيع، تبادل الخبرات، رفع الكفاءة، التدريب، إلى كل ما حصل. اليوم هذه البطولات وهذه الإبداعات وهذه الإنجازات الميدانية في قطاع غزة هي ليست وليدة يوم ولا وليدة سنة ولا وليدة سنوات، هي وليدة بالحد الأدنى عقدين من الزمن، من العمل الدؤوب الذي كان يقوم به الإخوة في حماس وفي الجهاد وفي الفصائل الفلسطينية، وكان الحاج قاسم وقوة القدس والحرس معهم في كل ما يطيقون وفي كل ما يستطيعون. نموذج آخر المقاومة في العراق، المقاومة العراقية، المقاومة الإسلامية في العراق. بعد سنة 2003 عندما بادرت فصائل ومجموعات من الشباب العراقي وأخذت خيار أن تقاتل قوات الاحتلال الأمريكي وبدأت بالقتال، وجدت في الحاج قاسم سليماني وقوة القدس السند والعضد والعون والملجأ والملاذ والداعم، والذي لم يتردد في تقديم كل عون ممكن من المال والسلاح والإمكانات والذخائر والتدريب ونقل الخبرة والمواكبة. وهنا كان الشهيد القائد أبو مهدي المهندس رضوان الله عليه، وأنا عم نحكي قبل تأسيس الحشد، عم نحكي بال2003-2004، كان الشخصية المركزية الأساسية إلى جانب الحاج قاسم سليماني في تنسيق عمل المقاومة وفصائل المقاومة والتواصل معها وإعانة الحاج قاسم في حركة المقاومة في العراق، والتي أنتجت نصرا عزيزا مؤزرا تاريخيا. في مثل هذه الأيام أيها الإخوة والأخوات خرجت قوات الاحتلال الأمريكي من العراق عام 2011. صحيح كان العنوان هو اتفاق مع الحكومة العراقية، ولكن الذي ألجأها إلى هذا الاتفاق وأجبرها على هذا الاتفاق للخروج والانسحاب هي المقاومة من 2003 إلى 2011. هذه المقاومة القوية المقتدرة أهلها معروفون، أصحابها معروفون، وداعمها الأساسي معروف، ولم يتخلى عن دعم هذه المقاومة، مع أنه في ذلك الحين وجه الأمريكيون تهديدات طويلة عريضة بأنهم سيقصفون مقر قيادة قوة القدس في طهران، وأنهم سيقصفون معسكر لقوة القدس في مدينة كرج، ولو أنهم سيقتلون الحاج قاسم أينما وجدوه. ولكن الحاج قاسم لم يتردد لحظة على الإطلاق في مواصلة دعم المقاومة العراقية التي صنعت هذا الانتصار. وفصائل المقاومة العراقية التي شكلت النواة الحقيقية للحشد الشعبي وللثورة الشعبية في العراق بعد فتوى المرجعية، عندما كادت داعش صنيعة أمريكا أن تجتاح العراق انتقاما لهزيمة أمريكا في العراق ومحاولة لعودة وإعادة الاحتلال الأمريكي إلى العراق. هذه نماذج، لبنان وغير لبنان معلوم. الاتجاه الثاني أو العنوان الثاني في عمل الحاج قاسم، وهو كان عملا جديدا وإبداعيا ومهما جدا، وهو إيجاد هذا التشبيك، هذا الارتباط الوثيق، هذه العلاقات الصادقة والواثقة والعاطفية أيضا بين حركات المقاومة في المنطقة. وأيضا هذا دليل إخلاص وصدق. بني محور المقاومة وجبهة المقاومة في هذه السنوات الأخيرة، صار فيها نحكي عن جبهة المقاومة، محور المقاومة، سموها ما شئتم. هذا المصطلح، هذا العنوان، هذا الإطار العام، هذا لم يكن موجودا قبل سنوات طويلة. هذا تأسس وحضر ببركة أطراف هذا المحور، ولكن كان الحاج قاسم سليماني هو الشخصية المركزية التي أمنت الاتصال والتواصل والترابط والتشاور والتعارف والتعاون والتناسق والتنسيق
بين هذه القوى. لماذا أقول أيضا هذا شاهد الصدق والإخلاص؟ لأنه أي دولة بتدير مجموعة مهمة من هذه الحركات، هو كقائد أو جنرال مركزي وشخصية مركزية يمكن كان مصلحته أن تبقى العلاقة كلها معه وأن تبقى العلاقة من خلاله. هكذا يفعلون من يديرون هذا العالم، ولكن الحاج قاسم سليماني لم يفعل ذلك. كان حريصا جدا أن تقوم علاقات مباشرة ووثيقة بين حركات المقاومة، بين اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين والعراقيين واليمنيين وغيرهم أيضا، من خلال اللقاءات والتواصلات والتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات وتبادل الأفكار والآراء وتكوين رؤية استراتيجية واحدة للمنطقة ولمستقبل المنطقة وللصراع في المنطقة. وهذا كان عملا مبدعا. ولذلك محور المقاومة ما لا يفهمه الكثيرون ليس على شاكلة غيره من المحاور، أنه في واحد قاعد وهو بيقعد بدير هذا المحور، هو بيعطي أوامر لفلان ولعلتان، وأنتوا وقفوا، أنتوا هجموا، أنتوا اقتلوا، أنتوا سالموا، أنتوا حيدوا، أنتوا صعدوا، أنتوا خففوا، أنتوا سالموا، أنتوا فوتوا بالعمل السياسي. مش هيك. محور المقاومة أيها الإخوة، خلنا نعطيه توصيف لندخل إلى المقطع الثالث، وهذه من إبداعات الحاج قاسم سليماني. محور المقاومة يلتقي على استراتيجية، على مفاهيم استراتيجية، على رؤية استراتيجية. ونؤيد هنا كاملا ما قاله الأخ العزيز قائد حرس الثورة الإسلامية الحاج حسين سلامي في تشييع الشهيد القائد السيد رضي موسوي في طهران. هذا الفهم كمان هو شرح وقدمه. هناك مفاهيم ورؤية استراتيجية واضحة. في محور المقاومة الأعداء محددون، الأصدقاء معروفون، الأهداف واضحة، إلى أين يجب أن تصل المنطقة، ما هي مصلحة شعوب المنطقة، أين تكمن أمنها وأمانها وكرامتها وعزتها وحريتها وسيادتها واستقلالها. هذا كله واضح. فرؤية لأمريكا، فرؤية للمشروع الإسرائيلي، فرؤية لأوضاع المنطقة. ولكن كل حركة مقاومة أو دولة في محور المقاومة حيث هي تتصرف بقرارها، هي التي تقرر، هي التي تحدد، هي التي تفتح الجبهة أو تغلق الجبهة، هي التي تهادن أو تحارب، هي التي تتخذ هذا الموقف أو ذاك الموقف انسجاما مع رؤية استراتيجية ومواءمة وانسجاما مع المصالح الوطنية والملاحظات الوطنية، لأنه كل واحد منا عايش ببلد. المقاومة بلبنان عايش بلبنان، وسوريا بسوريا، والعراق المقاوم بالعراق، والإخوة في اليمن في اليمن، والمقاوم فلسطين في فلسطين بين أهلها. هذه الصيغة المبدعة لا يملي أحد على أحد شيئا ولا يأمر أحد أحدا. نتشاور، نتبادل الآراء، نتبادل النصائح، نستفيد من تجارب بعضنا البعض، ولكن كل واحد بياخذ القرار في بلده بما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية وبما ينسجم مع مصالح شعبه وبلده. وهذا ما يجري الآن في طوفان الأقصى اللي حرجع له بعد شوي. طبعا للأسف الشديد في العالم العربي بعض السياسيين، بعض الكتاب، بعض المعلقين، بعض الناس، بعض الإعلاميين لا يستطيعون أن يستوعبوا هذا المشهد، ولذلك بيضلوا يحللوا غلط وياخذوا مواقف غلط. لأنه عم يبنوا على معطيات خاطئة. مباشرة بيقول لك لما مثلا أنصار الله أو الإخوة في اليمن أو سماحة القائد الشجاع والعزيز السيد عبد الملك الحوثي حفظه الله بياخذ قرار أن يخوض معركة البحر الأحمر من أجل فك الحصار عن غزة، هول عقولهم ما بتستوعب إلا أنه إيران هي التي طلبت من الأخ السيد عبد الملك أن يفعل ذلك، وهذا غير صحيح على الإطلاق. عندما يفتح حزب الله الجبهة في 8 تشرين إسنادا لغزة، ما بيقدروا يستوعبوا إلا أنه إيران اتصلت بحزب الله
وقالت له افتح الجبهة إسنادا لغزة. وهكذا عندما بدأ المقاومون العراقيون عملياتهم ضد قواعد الاحتلال الأمريكي في العراق وسوريا، ما بيقدروا يفهموا إلا أن إيران هي التي طلبت كذا وكذا وكذا. تعرفوا ليش؟ لأنه الدنيا هيك، العالم هيك، يعني مش نعتب عليهم. بالعالم أي دولة عندما تتبنى حركات مقاومة أو حركات سياسية أو أحزاب سياسية أو حركات نضال وطني مثلا، وتقدم لها المال والسلاح بالتدريج بقصد بغير قصد ولكن بقصد من أغلب الدول، يحولون هؤلاء المقاومين والمناضلين والمدعومين إلى أتباع، إلى أدوات يتم ابتزازهم بالمال، بالدعم، بالسلاح، بوقف الدعم عنهم إن لم تفعلوا كذا، إن لم تقولوا كذا، إن لم تستجيبوا إلى كذا. ولذلك يتحولون إلى عبيد. في تجربة محور المقاومة لا يوجد عبيد، لا يوجد إلا السادة الشرفاء القادة الشهداء الذين يصنعون النصر لأمتهم. هذه هي الصيغة. ولذلك هم ما بيقدروا يستوعبوا أنه ما تقوم به حركات محور المقاومة هي قرارات ذاتية منطلقة من قناعاتها، من إرادتها، من إيمانها، من إخلاصها، من صدقها. هي ليست أدوات. وهذا النموذج اليوم في جبهة المقاومة، في محور المقاومة في منطقتنا، هو نموذج فريد في تاريخ البشرية، وليس فقط في العصر الحاضر. هو نموذج فريد ليس له سابقة. ولذلك هذا النموذج تعلق عليه الآمال الكبيرة لصنع الانتصارات، واستطاع بالفعل أن يصنع هذه الانتصارات في هذا الطريق الذي مشاه هذا المحور. ولذلك في الخطاب الأول بعد 7 تشرين، يعني خطاب يوم الجمعة الشهير، عندما قلت أنا أن طوفان الأقصى كان قرارا فلسطينيا وعملا فلسطينيا ومشروعا فلسطينيا وهدفا فلسطينيا، وأننا لم نكن على علم، لم يكن من أجل أن نأخذ مسافة من طوفان الأقصى، ونحن لم نأخذ منها المسافة، ودليلنا شهداؤنا في كل يوم وقتالنا في كل يوم. وإنما أردت منذ تلك اللحظة أن أقول لا تدخلوا طوفان الأقصى وأهداف هذه العملية التاريخية العظيمة في تحليلاتكم الخاطئة والتافهة عندما تربطونها مباشرة بالمشاريع الإقليمية والصراع الإقليمي وإيران وأمريكا والنووي الإيراني و هذا الطريق أيها الإخوة والأخوات، هذا المنهج، هذه المدرسة، هذا الأسلوب الإبداعي، والذي كان طبعا يعود الفضل فيه بشكل أساسي إلى سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله الشريف، ولكن الحاج قاسم كان أمينا على هذه المدرسة وعلى هذه الفكرة وعلى هذه الثقافة وعلى هذا العمل وعلى هذا التطبيق وعلى هذا النموذج، ولم يدخل فيه شيئا من هوى النفس لأنه لم يكن لديه هوى نفس. قاسم سليماني كان ذائبا في الإسلام وفي القدس وفي فلسطين وفي المعذبين والمظلومين. لم يكن في جسد قاسم سليماني شيء اسمه قاسم سليماني. هذه هي الحقيقة التي شهدناها ونشهد عليها من قرب. ولذلك مسار هذه الحركات كان مسار انتصار. المقاومة الإسلامية في لبنان بال2006 في حرب تموز، مقاومة في غزة، تحرير غزة، الصمود في مواجهة الحروب التي شنت على غزة، المقاومة في العراق. كما قلت هذه الأيام هي أيام ذكرى الانتصار التاريخي للمقاومة العراقية التي قلت فيما مضى وأعيد: اليوم العظيم في تاريخ العراق الذي لا يحتفل فيه كثير من العراقيين، وضاع بسبب الخلافات والنزاعات الداخلية. ولكن هذا يجب أن يعاد إلى الذاكرة وفاء لشهداء المقاومة
لاستشهاديي المقاومة في العراق الذين بذلوا مهجهم وأرواحهم من أجل تحرير تلك الأرض المقدسة. الصمود الأسطوري والانتصار الكبير في اليمن، في سوريا، هذه كلها من بركات هذا المحور وهذا النهج وهذه الثقافة وهذا الفكر وهذه الطريقة. لكن التجلي الأهم لمحور المقاومة والتجلي والتحدي الأخطر لمحور المقاومة كان في هذه الأشهر القليلة الماضية في موضوع طوفان الأقصى. من هنا أدخل إلى المقطع الثالث. طوفان الأقصى الذي بدأ في 7 تشرين، وكما هو معروف بدأها الإخوة في كتائب عز الدين القسام، وتضامن معهم بقية الإخوة في الجهاد الإسلامي في بقية الفصائل الفلسطينية. والأسباب التي دعت إلى طوفان الأقصى هم ذكروها مسؤولو الإخوة في حماس في الجهاد في الفصائل، وأنا تحدثت عنها أيضا في ذلك الخطاب بشكل مفصل، وكل ما يرتبط بظلامات الشعب الفلسطيني خلال 75 عاما، بملف الأسرى المظلومين في السجون الصهيونية، بالاعتداءات والتهديدات للمسجد الأقصى، لمخاطر تهجير أهالي وشعب الضفة الغربية، الحصار المستمر على غزة والدفع باتجاه صراع داخلي شعبي في غزة. الآن تبين أن الهدف الحقيقي منه تهجير أهل غزة، ولكن من خلال الصراعات الداخلية ومن خلال الضائقة الحياتية والمعيشية. على كل حال أسبابهم وأهدافهم كانت واضحة ومعروفة. ب8 تشرين دخل حزب الله إلى المعركة عند الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، الحدود الجنوبية للبنان، في جبهة عرضها أكثر من 100 كيلومتر. بعدها دخل الإخوة في المقاومة الإسلامية في العراق من خلال استهداف قواعد الاحتلال الأمريكي في العراق وسوريا، وأيضا استهداف الكيان الغاصب مباشرة من خلال مسيرات باتجاه إيلات وغير إيلات. وأيضا دخل الإخوة في اليمن من خلال استهداف الكيان الغاصب بالصواريخ والمسيرات، ولكن كانت الخطوة النوعية المؤثرة العظيمة الكبيرة جدا هو التحدي في البحر الأحمر. وبكل ما للكلمة معنى هي خطوة شجاعة وحكيمة وعظيمة ومؤثرة إلى أبعد الحدود. مجريات الأحداث معروفة لديكم، حتى ما أعود أحكي وعيد شغلات أنتم واكبينها كل يوم وكل ساعة. فيما يجري منذ 3 أشهر إلى اليوم لدينا مشهد تضحيات، شهداء، جرحى، بيوت مدمرة، أناس مهجرون من بيوتهم في داخل غزة وفي الضفة إلى حد ما، وفي الجنوب أيضا في جنوب لبنان. مشهد الأثمان، مشهد الأخطار. إلى جانبه هناك مشهد الصمود والصلابة والثبات والشجاعة والقتال والمقاومة والتحدي وإلحاق الخسائر بالعدو وعدم الانكسار وعدم الاستسلام. وطبعا عنوانه العظيم والكبير بالدرجة الأولى غزة، ويليها بقية محور المقاومة. وعلى ضوء هذين المشهدين هناك نتائج. مرة منفوت بنغرق بهالتفصيل. أنا بدي أحاول بهذا المقطع نطلع شوي من التفاصيل لفوق ونشوف المشهد بشكل عام. عندما نرى حجم النتائج وأهمية النتائج وعظمة النتائج والإنجازات التي تحققت حتى الآن، وأضفنا إليها ما يمكن أن يتحقق لاحقا، حينئذ سندرك وسنزداد تسليما ورضا بحجم التضحيات التي تقدم، سواء في غزة أو في الضفة أو في لبنان أو العراق أو سوريا أو اليمن أو إيران وكل ساحات وميادين المقاومة. اسمحوا لي باختصار
يعني العناوين حقراها بسرعة، وإن كان كل بند هو بيحتاج إلى حكي ساعة وشرح، ولكن تكفيكم الإشارة. وهذا بالحقيقة مو حكياتي أنا، وأنا جمعت البعض مش كل شيء لأنه الوقت لا يتسع لكل ذلك، ما يقوله الإسرائيليون، جنرالات ومسؤولون سابقون وحاليون وكتاب وخبراء واستراتيجيون أمريكيون وفي عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي، وبعض ما ورد أيضا في خطب الإمام الخامنئي ونخب كثيرة في العالم وفي الأمة. بس أنا بدي أقول شوفوا هذه التضحيات، هذه الدماء حتى الآن، ما هي بعض النتائج التي سيكون لها تأثير كبير جدا على مستقبل فلسطين، على القضية الفلسطينية، على لبنان وعلى كل المنطقة، وخصوصا على فلسطين وعلى لبنان وعموما على كل المنطقة. بمشي فيهم واحد واحد بسرعة. واحد، إعادة إحياء القضية الفلسطينية بعد أن كادت تنسى وتصفى، وفرض البحث من جديد في كل أنحاء العالم عن حلول. لذلك رجعوا يحكوا بحل الدولتين ومشاكل، وإلا إلى ما قبل طوفان الأقصى تقريبا تكاد القضية الفلسطينية أن تصبح منسية لولا حركات المقاومة والمواقف ويوم القدس كل سنة ومشاكل. 2، إسقاط الرهان الإسرائيلي على تعب الفلسطينيين ويأسهم وتخليهم عن قضيتهم. طوفان الأقصى أثبت أن هذا الشعب عندما أقدمت المقاومة في غزة على هذا العمل، وما لحقه أيضا من صمود وثبات وتضحيات، دليل على أن هذا الرهان الإسرائيلي ساقط، خاب وسقط. هاي قصة أنه الفلسطيني بينسى وبيتعب وبيتخلى عن أرضه، والجيل الجديد وجيل الانترنت وجيل ما بعرف شو، هذا كله انتهى بالضفة وانتهى بالانتفاضات وانتهى بالعمليات الاستشهادية، ولكن جاء طوفان الأقصى ليضربه الضربة القاضية. الإسرائيلي أصبح لديه وضوح شديد الآن أنه أمام شعب لا يمكن أن ينسى أرضه ولا تاريخه ولا حاضره ولا مستقبله ولا مقدساته، وهذا ما يعبر عنه الإسرائيليون بأسى بعد 75 سنة. 75 سنة من القهر والعذاب والسجون والتشريد والشتات وظروف العيش القاسية والصعبة. 3، ارتفاع مستوى التأييد للمقاومة ولخيار المقاومة داخل الشعب الفلسطيني وعلى مستوى الأمة، رغم المجازر ومحاولة البعض تحميل مسؤولية المجازر في غزة للضحية، للشريف، للمقاومة، وتبرئة المجرم القاتل السفاك وهو الإسرائيلي. وهذا أيضا له تأثير عظيم على مستقبل فلسطين. بعد كل ما جرى في فلسطين ثم يأتون إلى استطلاعات الرأي أن كانوا بيفترضوا أن هذا الطحن وهذا القتل وهذه المجازر في غزة سوف تجعل الفلسطيني يندم ويتخلى عن المقاومة ويعتب على حماس ويعتب على الجهاد وعلى الفصائل وعلى المقاتلين. فإذا استطلاعات الرأي كلها تؤيد وتؤكد أن ارتفاع نسبة تأييد للمقاومة ولحركات المقاومة وبالتحديد لحماس التي يحملونها أكبر مسؤولية عن طوفان الأقصى وعما يحصل، أعلى نسبة تأييد في تاريخ فلسطين والشعب الفلسطيني وحركات المقاومة في فلسطين. هذا له أثر عظيم جدا على مستقبل هذا الصراع. 4، سقوط صورة إسرائيل في العالم والتي عمل عليها الإعلام الأمريكي والإعلام الغربي وساعد عليها الإعلام العربي. للأسف الشديد بال20 سنة الماضية الإعلام، جزء من الإعلام الرسمي العربي، هو في خدمة تلميع صورة إسرائيل وتقديم صورة إسرائيل دولة القانون، دولة الديمقراطية، الدولة التي تحترم حقوق الإنسان. في طوفان الأقصى وما بعدها وما يجري اليوم في كل الجبهات، إسرائيل سقطت بالكامل أخلاقيا، إنسانيا، قانونيا. إسرائيل اليوم في نظر كل شعوب العالم
قاتلة الأطفال، قاتلة النساء، مدمرة البيوت، مهجرة الناس من أحيائهم ومساكنهم، مجوعة للناس، قاهرة، مخيفة، مرعبة، مرهبة للمدنيين، صاحبة أكبر إبادة جماعية في القرن الحالي. هذا سقط، هذا انتهى. وهذا طبعا أيضا له تأثير كبير سيكون على الصراع وعلى معادلات الصراع في منطقتنا. أيها الإخوة والأخوات، نشر في الآونة الأخيرة استطلاعات رأي في أمريكا بين الشباب الأمريكي، يعني الشعب الأمريكي اللي ما بيسمع فضائياتنا، عطول عايش من لما بيخلق للما بيموت تحت سيطرة الإعلام الأمريكي المسيطر عليه صهيونيا أو الجماعات المؤيدة للصهيونية. فإذا أمام هول ما جرى في غزة، هنا أثر دماء الأطفال والنساء والمظلومية الهائلة، وهنا طبعا بركة وسائل التواصل الاجتماعي التي أرادوها لهدم الإسلام وهدم القيم وهدم المقاومة، فانقلب السحر على الساحر. هون بيتجدد فرعون موسى من جديد. المشهد اليوم بيعملوا استطلاعات رأي الشباب الأمريكي أكثر من 50% مش مع بس إعطاء الفلسطينيين حقوقهم، أكثر من 50% يقول يجب تفكيك دولة إسرائيل وإعادة كل أرض فلسطين للشعب الفلسطيني. هاي وين كان ممكن يصير؟ مين كان بيصدق أنه في هيك تحول بالرأي العام الأمريكي؟ طبعا يجب أن يعمل عليه وأن يطور، وهذا سيكون له تأثيرات هائلة وكبيرة في أمريكا. سادسا أو خامسا، ما جرى في هذه الأشهر الثلاثة وجه ضربة قاسمة لمسار التطبيع الذي كان يستهدف إلى الالتفاف على الشعب الفلسطيني وتصير إسرائيل دولة طبيعية وتنسى فلسطين. سادسا، توضح للعالم، على طول بيلحقونا نحن بلبنان، عنا هذه النغمة على طول، احترام المجتمع الدولي، القرارات الدولية. بيجوا الأمريكان بينظروا علينا بالقرارات الدولية، ولا جايين ينظروا، وبيجوا الأوروبيين والغربيين واللبنانيين، بعض اللبنانيين المتأمريكين والمتغربين. طيب، وأنه أنتم ليش بدكم تكونوا غير شكل والعالم كله يحترم إرادة المجتمع الدولي والقانون الدولي والقرارات الدولية؟ في طوفان الأقصى أكثر من أي وقت مضى، مش جديد، ولكن طوفان الأقصى ظهرتها أمام العالم بصورة أوضح. من الذي يتحدى إرادة المجتمع الدولي؟ شو يعني المجتمع الدولي؟ لما 153 دولة في العالم وبينها دول كبيرة وعظيمة ومهمة تطالب تأخذ قرار بالأمم المتحدة بوقف شامل لإطلاق النار في غزة، ويعارضه فقط 10 دول، بينما أمريكا وإسرائيل وبريطانيا ومشاكل، وإسرائيل تضرب بهذا القرار بعرض الحائط. ما الذي يحترم المجتمع الدولي؟ ما الذي يحترم القرارات الدولية؟ أي قرار دولي حتى الآن احترمته إسرائيل والكيان الغاصب من أول قرار لهلأ لل17/01؟ لم تبقي إسرائيل، كما يقول أحد رؤساء منظمات التابعة للأمم المتحدة ذات الطابع الإنساني، يقول لم تبقي إسرائيل قانونا دوليا إلا وداسته تحت قدميها في هذين الشهرين. ما بقي شيء. طبعا أمريكا معها في تحدي إرادة المجتمع الدولي ومصادرة إرادة المجتمع الدولي. سابعا، خلينا نروح مباشرة على الإسرائيلي. شوفوا هاي النتائج المهمة جدا، هاي كتير نتائج مهمة وعلى ضوءها لازم نقرأ بعدين تقدير الموقف. تهشيم الردع الاستراتيجي الإسرائيلي الذي كانوا يتغنون به وقالوا أنهم يعملون على إعادة ترميمه. تتذكروا كلكم ما قبل طوفان الأقصى وكل هذا الجدل. الاعتداءات على غزة من أجل ترميم الردع. قوة إسرائيل هي قوة الردع، أنها ترعب دول الجوار، تخيف دول الجوار، تخيف شعوب دول الجوار، فالكل يقف ويستسلم ويتراجع ويخنع ويتخلى عن حقوقه ويتخاذل ويتنازل. هاي قصة إسرائيل، هي قوة الردع، قوة الإرهاب والإرعاب التي لديها. هذا الأمر
بلش من 2000 ينزل، مع غزة نزل أكثر، بال2006 نزل أكثر، وبعد 2006 قالوا بده يعيدوا هذا الردع. لكن هذا الردع بعد طوفان الأقصى في غزة، وبعد فتح جبهة لبنان وفتح جبهة اليمن خصوصا، هذا الردع الإسرائيلي ينهار. ليش ينهار؟ يعني الذي أقدم، يعني حماس ومعها الفصائل، عندما أقدمت على طوفان الأقصى في 7 تشرين، يعني لم تكن مردوعة ولم تكن خائفة ولم تكن مرعوبة، وكانت تعلم النتائج وكانت تعرف ردود الفعل الإسرائيلية، ولكن الأمر كان يستحق هذا المستوى من الإقدام، لم تكن مردوعة. المقاومة في لبنان في 8 تشرين عندما فتحت الجبهة لم تكن مردوعة، وهي لم تكن مردوعة في يوم من الأيام، وهي اليوم أكثر جرأة واستعدادا للمواجهة وللإقدام. اليمن عندما أقدم على هذه الخطوة لم يكن مردوعا، لم يكن خائفا، لم يحسب لإسرائيل أي حساب. وهنا أيضا يدخل تهاوي الردع الأمريكي. هذا الردع الإسرائيلي لم يكن كافيا فاستعان بالردع الأمريكي، بالأساطيل الأمريكية، لكن حتى الردع الأمريكي لم يردع لا المقاومة في العراق ولا المقاومة في لبنان ولا رجال الله في اليمن، لم يردع أحدا، ولذلك هو الآن يغادر دون نتيجة. إذن انهيار، سقوط، تهشيم الردع الاستراتيجي. 8 إسقاط التفوق الاستخباري. على طول في صورة غير صحيحة إنه إسرائيل بتعرف كل شيء وبتحيط معلومات بكل شيء وعندها اطلاع على، غير صحيح. طوفان الأقصى أثبت ذلك. 9 بعد حرب تموز راحوا عملوا فينوغراد وعملوا لجان وعملوا تحقيقات ودراسات وأعادوا النظر بكثير من استراتيجياتهم وعقائدهم وأضافوا وعدلوا، لكن من شان الوقت ما بيساع بدي أذكر بجملة وقت قالوا من الآن فصاعدا نحن إسرائيل إذا دخلنا حرب سندخلها على قاعدة نصر سريع حاسم واضح بين. هذا يهودا باراك وكل وزراء الدفاع ورؤساء الأركان اللي اجوا بعده تبنوا هيدا. طيب هاي 3 أشهر، خلينا نحكي بس عن غزة. 3 أشهر في غزة لا في نصر ولا حاسم ولا سريع ولا بين ولا واضح، بل أكثر من هيك، لا يوجد أحد في الكيان الصهيوني يدعي أن أمامه صورة نصر حتى الآن. هلأ ليلة أمس عم بيحاولوا يقدموا صورة نصر من خلال الاغتيال الغادر للشيخ صالح، لكن في ميدان غزة وين النصر الحاسم الواضح البين السريع؟ 10 فشل سلاح الجو في حسم المعركة حتى في منطقة ضيقة مثل قطاع غزة. هذا طبعا مهم جدا لنا لكل اللي بيفكروا بعدين باستراتيجيات الدفاعية. 11 وهو الأمر الأهم والأخطر في نتائج طوفان الأقصى وما يجري في كل محاور وميادين القتال، انعدام الثقة بالجيش، انعدام ثقة شعب الكيان يعني بالجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية والقيادات السياسية. هذا يمس جوهر وأساس بقاء إسرائيل. اليوم في ناس، لأنه هلأ ما بدي استعمل تعابير غير مناسبة، يمكن هالقد عقولهم تستوعب، لما بيسمعوا أنه الإخوة في حماس أو الجهاد أو بقية القيادات الفلسطينية يقولون أن طوفان الأقصى يؤسس بحق لزوال إسرائيل ويضعها على طريق الزوال، بصير يضحكوا ويسخروا لأنه عليهم ظواهر. لكن بالعمق أنا حأقول لكم نص بالعمق إسرائيل دولة إن فقدت الأمن لا يمكن أن تبقى. ناسها شعبها لا يبقون، لأن الصلة بالأرض هي صلة كاذبة، هي صلة مخترعة، هي صلة منافقة غير صحيحة على الإطلاق. كلكم يعرف أنه بالمشروع الأصلي تبع الحركة الصهيونية بزمن هرتزل كان خياراتهم لما بده يجمعوا اليهود في بلد واحد أنه وين منروح، أرجنتين
ولا أوغندا ولا فلان البلد الأوروبي ولا فلسطين. فلسطين كانت واحدة من الخيارات. الإنجليز اللي جابوهم على فلسطين. في كل دول المنطقة هناك دول حقيقية. بيصير حرب أهلية بلبنان 30 سنة يبقى لبنان وشعب لبنان. بيصير مصايب وحرب كونية في سوريا تبقى سوريا وشعب سوريا. يتعرض العراق للحروب وللحصار يبقى العراق وشعب العراق، وهكذا يمن وكذا. لكن إسرائيل مش هيك. إسرائيل كيان مصطنع. إسرائيل شعب ملزق تلزيق من كل أنحاء العالم، وكل واحد معه جنسية تانية والشنطة تبعه جاهزة. الصلة بهذه الأرض قائمة على الأمن وأنها أرض اللبن والعسل. عندما لا تعود أرض اللبن والعسل وعندما يفتقدون الأمن خلاص. ليش أنا حكيت بالنقاط؟ المشهد الذي نراه لمستقبل إسرائيل هي هؤلاء الصهاينة الذين يجمعون حقائبهم ويرحلون من المطارات، من الموانئ، من الحدود، من المعابر. هذا هو المشهد الآتي. طوفان الأقصى أسس بقوة أو أكمل التأسيس لهذا المشهد. بدكم دليل؟ طيب، هذا وزير الحرب الحالي جالنت، كتار عم يحكوا مثله بس أنا هحاولكم النص تبعه. بيقول دون تحقيق أهداف الحرب اللي أعلنوها، اللي هي شو؟ القضاء على حماس، استعادة الأسرى أحياء بدون تفاوض، هذه الأهداف المعلنة، والسيطرة أمنيا أو سياسيا أو إداريا على غزة بالأهداف غير المعلنة. دون تحقيق أهداف الحرب سنكون في وضع لن تكون المشكلة فيه أن المواطنين، يعني المواطنين تبعه، غير مستعدين للعيش، مش بس بغلاف غزة، مش بس بالشمال عنا على الحدود. بقول المشكلة عنا مش بس أهل الغلاف تبع غزة والنازحين اللي هربوا من المستعمرات بالشمال. إذا لم نحقق أهداف الحرب الناس لن يكونوا مستعدين للعيش في هذا البلد، في هذا المكان. لماذا؟ لأننا لا نعرف كيف نحميهم. يعني شو عم بيقول؟ إذا ما حققنا أهداف الحرب يعني فقدنا المائز الجوهري الذي يقوم عليه بقاء دولة إسرائيل. وأنا أقول له إن شاء الله لن تستطيعوا أن تحققوا أهداف الحرب، لن تستطيعوا أن تحققوا أهداف الحرب.